يا مساء الأنوار، وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. جايالكوا بالجديد، وزي ما احنا عارفين الجديد شديد. هنعمل مع بعض ايه النهاردة؟ هنعمل الشيش برك. دي أكلة سورية وكمان أكلة تركية، لكن بتغيير بسيط كده هقولهولك واحنا بنشتغل مع بعض. هنعملها النهاردة مع سلفتي السورية، وهنعملها على أصلها، يعني من قلب سوريا، جايبالكوا الأكلة من بلدها. يلا بينا نشوف المقادير والوصفة هتتعمل ازاي، وهي سهلة جدا وبسيطة. وبجد كانت قرفتها حلوة، خلصت فعلا بسرعة. أول حاجة هنبتدي بيها هي العجينة. مش هنحط على الدقيق بتاعنا خميرة، محتاجين بس على الدقيق شوية ملح، وبعدين نعجنه بمية سخنة، أو يعني مية دافية، حبة حبة لغاية لما العجينة تبقى جميلة كده ولينة معاكي. تسيبيها تهدى شوية، مش تخمر، لأن احنا أصلا ما حطيناش فيها خميرة. ودي اللحمة بتاعتنا العصاج، عبارة عن زي أي عصاج عادي، لحمة مفرومة معاها بصلة وملح وفلفل أسود. هنا بقى سلفتي كانت بتمد العجينة، أو زي ما هي بتقول كده بترق العجينة. وبعدين جبنا أصغر فنجال عندنا. حلاوتها إنها تبقى صغيرة، يعني ما نستسهلش ونعمل بفنجال كبير فتبقى العجينة معانا كبيرة. لا، احنا عايزينها صغيرة كده علشان تطلع بالشكل اللي هتشوفيه معايا. بس وابتدت تقطعها بالفنجال كده، ونقسمها. هنفضل نعمل كده لغاية لما العجينة اللي معانا تخلص. بصي، على قد الأكلة دي ما تفاصيلها يعني تبان كده ان هي كتيرة، لكن صدقيني خلصت بسرعة، ما تعبناش فيها خالص. يعني كانت زي ما قلتلك كده قرفتها حلو. بس كده قسمت العجينة زي ما انت شايفة، وهتبتدي انها تشيلها من العجين اللي حواليها، ونحط فيها اللحمة المفرومة زي ما انت شايفة. اللحمة طبعا مش عايزينها تبقى مليانة قوي في العجينة، ولا فاضية قوي، يعني عشان برضو تحسي بيها وانتي بتاكلي. جبنا الصواني وحطينا فيها دقيق علشان نبطنها كده، ونبتدي بقى نحط فيها العجين اللي هنعمله. عايزة بقى اوريكي طريقة لف العجينة، بتختلف من مكان لمكان. يعني سلفتي بتقولي ان في تركيا بيعملوها زي النجمة، لكن احنا هنعملها بطريقة جميلة جدا، هتشوفيها معايا دلوقتي. هتتقفل زي القطايف، وبعدين تتلف كده لفة بسيطة على صبعك. بتبقى زي القوقع، او هي اسمها في الشام، بيسموها في الشام أدنان الشيبة، يعني زي ودن الست العجوزة. لكن هي أصلها اسمها شيش برك. بصي هتشوفيها كده معايا هي هتعملها ازاي في الأول. أنا في اللقطة دي كنت بتفرج وبس، وبعد كده ابتديت بقى ايه، اتعلمت اللفة وابتديت ان انا اعملها معاها. ايوه كده. هتعمل كمان اتنين تلاتة معاكوا عشان تشوفي اللفة ازاي. بصي بتتقفل كأنك بتعملي قطايف بالظبط، بس تقفليها كويس جدا علشان ما تفكش معاكي لما تحطيها في الزبادي، لان لسه هنحطها في الزبادي على النار. وتروحي لفها لفة بسيطة كده، ايوه، على صبعك. هتعمل معاكي واحدة كمان زي ما قلتلك، نقفلها زي القطايف، وبعد كده تتأكدي انها اتقفلت كويس، وتروحي لفها لفة بسيطة، نص لفة، وتتكي عليها كويس قوي، ونتك حلو جدا علشان ما تفكش معانا ايه لما نرفعها على النار. ونفضل بقى نعمل نفس الخطوة لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. زي ما قلتلك أنا في اللحظة دي كنت بصور، لكن لما وقفت التصوير قعدنا عملناها سوا، وخلصت بسرعة، وكانت يعني كانت سهلة كده وخفيفة على القلب، خلصت على طول. في بقى طريقة تانية، قبل ما نحطها في اللبن ندخلها الفرن تتحمر شوية، مش تتحمر قوي، بس تشم ريحة الفرن وتطلع على طول قبل ما نحطها، أو قبل ما نسقطها في الزبادي والرايب اللي احنا هنعمله مع بعض. لكن سلفتي قالت لي لا، انا عايزه اعملها على اصلها بطريقه اهلي، من غير ما تتحمر ولا اي حاجه. عايزاكي بقى تقوليلي الاكله دي اسمها ايه في بلدك، لو انت من سوريا، يعني في محافظتك او في الحته اللي انت بتعيشي فيها، اسمها ايه؟ وتحبي نعملك اكلات ايه سوريه جايه على بالك، يعني اي اكله سوريه جايه على بالك اكتبيها لي في تعليق، وهنعملها انا وسلفتي ان شاء الله، وننزلها لك في فيديو. شايفة ما شاء الله كيلو الدقيق عمل معانا الأربع صواني الكبار اللي انت شايفاهم دلوقتي. بصي بقى الشكل، كلهم طالعين تحسي ان هم معمولين بمكنة، ما شاء الله. طلعناهم كلهم نفس الشكل اهو زي ما انت شايفة معايا. هنسيبهم بقى يهدوا مع نفسهم، ونبتدي نعمل
اللبن او الزبادي اللي هننزله في العجينة. ولسه كمان في خطوة مهمة قوي وهي التقلية، اللي هي عبارة عن توم وكزبرة ناشفة وطبعا سمنة. بس خلينا كده نمشي خطوة خطوة مع بعض. أول حاجة عملناها العجينة واللحمة المفرومة، يلا بينا نعمل الزبادي. هنحتاج لإيه؟ هنحتاج للبن رايب نوع كويس طبعا، أحلى نوع بالنسبة لنا هو المراعي، وكيلو من الزبادي، وواحدة بيضة، حبة بيضة واحدة، ومعلقتين كبار من النشا. الزبادي عايزينه كامل الدسم، والرايب عايزين ازازة كبيرة من الرايب. بصي بقى لما تيجي تعملي أكلة ما تستخسريش فيها، يعني اديها كل طاقتك وجيبي أحسن إمكانيات، لأن في النهاية مين هياكل؟ إحنا. فلازم ناكل إيه؟ حاجة نظيفة ومضمونة. إحنا لقينا إن جهينة بصراحة ما بقاش كويس، شركة جهينة ما بقتش كويسة. المراعي أحسن شركة للألبان وطبعا للجبن. هنا سلفتي جابت الخلاط ونزلنا فيه كيلو الزبادي، وبعد كده هننزل مع بعض البيضة. هي حبة بيضة واحدة، مش محتاجين إلا واحدة بيضة. وهننزل نص حوالي نص علبة الرايب. هنا كانت بتحط الملح. وبعد كده هتشيل الغطا وهنرجع تاني نحط الرايب، وهنحط النشا، معلقتين كبار من النشا. كل ده في الخلاط، ممكن تعمليه على النار بالمضرب عادي، لكن احنا قلنا الخلاط اسهل وبينجز في الوقت. ونص علبة الرايب. لسه هنحط النص التاني لما نطلع الخليط بتاعنا على النار. اتضرب معانا حلو جدا. هتجيبي حلة كبيرة ونبتدي ننزل الخليط بتاعنا على النار، وايدك ما تتشالش من عليه، تفضلي تحركيه طول ما هو على النار. ليه بقى؟ علشان اللبن ما يقطعش. اللبن لو نوعه مش كويس هيقطع لو شلتي ايدك من التقليب معاه، يعني تفضلي تقلبي تقلبي كويس. بعد لما لقيناه تقل شوية هننزل عليه نص ازازة الرايب الباقية، عليها كمان نص لبن، نص مية. يعني هنخفف ازازة الرايب، خففناها بالمية ونزلنا على الخليط مع بعض برضو لحد ما نلاقي انه هو سمكه حلو جدا. بصي بقى في اللحظة دي لو كان اللبن مش كويس او خامته مش حلوة كان قطع معايا وكانت الاكلة كلها باظت. عشان كده بقولك لما تحبي تعملي اكلة حاولي تعمليها بمكونات صح، علشان ما تبوظيش. زي ما بيقولوا كده، في مثل بيقول ما تبوظيش الاكلة على بجنيه ملح، يعني ما تبوظيش الاكلة على حاجة بسيطة تبقي مكلفاها، وحرام التكلفة دلوقتي انها تبوظ على الفاضي. حطينا العجينة بتاعتنا في اللبن على النار، وطبعا ظبطنا ملحها وكله. ودلوقتي هنعمل التقلية. حطينا سمنة كده، حبة محترمين، حبة كويسين سمنة، وعليهم توم، وهننزل بالكزبرة الناشفة. الطريقة التركية بيعملوها بكزبرة خضراء، لكن هي بصراحة ألذ بكتير بالكزبرة الناشفة. وتخليها كده تاخد تحميرة بسيطة، مش عايزين لون التوم يتغير، عايزين لونه حلو كده وجميل، مش عايزينه يبقى غامق ومحروق. وأول ما تحس إنها كده اتظبطت يلا بينا على الغرف. على قد ما هي سهلة وبسيطة بس فيها تفاصيل، ولو بوظنا حاجة من التفاصيل الأكلة هتبوظ. كده تمام. يلا بينا نجيب البايركس بتاعنا وننزل بيه بالخليط بعد ما استوى. هتعرفي ازاي بقى انها استوت؟ اول ما تنزلي العجينة دي في الحلة هتلاقيها على وش اللبن. اول ما تلاقيها سقطت لتحت اعرفي انها خلاص كده استوت. وده شكلها بقى في النهاية. عايزة اقولك الريحة خطيرة، وكمان الشكل، اللبن مع الرايب مع الزبادي عمل زي كده وايت صوص، زي كريمة، كأنه معمول بالكريمة. حاجة كده خطيرة مش هتعرفيها غير لما تدوقيها. لازم تجربيها وتقوليلي رأيك فيها ايه. وبيتاكل ايه جنبها بقى؟ بيتاكل جنبها بصل اخضر، والبصل الاخضر دلوقتي ده اوانه، هتلاقيه سعره حلو وكمان طعمه جميل وكله فيتامينات. طبعا مش قادرة اقولك على فوائد البصل الاخضر. خلاص كده نزلنا الشيش برك بتاعنا. هننزل عليه بقى التقلية اللي هي زي ما قلنا سمنة، حبة كويسين كده من السمنة، عليهم توم
وكزبرة ناشفة. ممكن تحطي كزبرة خضرا لو تحبي، لكن هي بتتعمل بالكزبرة الناشفة. بصي بقى التقلية وهي نازلة تحسيها كأنها كراميل. انا والله وانا بصورها حسيت ان كأني كراميل نازل على كريمة. وده كان الشكل النهائي بتاع اكلتنا. بالنسبة لنا احنا المصريين دي اكلة جديدة وتغيير، والتغيير مطلوب في كل حاجة في حياتنا مش في الاكل بس. وايه سهلة، طعمها حلو، ويا رب تجربيها كده وتعجبك وتقولي رأيك فيها ايه. وكمان انا جايبها لكم من اصلها من بلدها، يعني جايبه لكم من الاساس. هستناكي بقى تقوليلي اقتراحات لاكلات تانية كتير نعملها مع بعض سوا. وطبعا زي ما قلتلك اوعي تنسي البصل الاخضر معاها. ده كان فيديو النهارده، ودي كانت الشيش برك. يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.